مبادرة بدأت من حوالي 3 سنين. بنعمل يعني احنا كنا مسميينها حملة يحسبهم رجال الأغنياء من التعفف، يحسبهم رجال الأغنياء من التعفف. فبنودي للناس اللي هي بيتعففوا، اللي هم ما حدش يعرف عنهم حاجة، الغلابة اللي في بيوتهم، اللي هم شكلهم كويسين وهم ما عندهمش. فاحنا بدأنا الموضوع ده من 3 سنين، بدأنا كل شهر رمضان بنعمل رمضان بطوله. احنا طورنا الموضوع شوية وعملنا سندوتش الخير. بدأنا ب 100 سندوتش، والنهارده احنا بنعمل 600 سندوتش، سندوتشات كبدة وسندوتشات لحمة مفرومة، واللي بيتبرع بأي حاجة بنعملها. يعني حد جاب لنا فراخ بنحط في السندوتش فراخ، جاب لنا سمك بنحط اي بروتين بنحطه في السندوتشات ونوزعه على اهل الخير المستحقين. اولا العلب اللي هي بتاعت الوجبات، جربنا لما كنا بنوديها في رمضان بنحط فيها بطاطس ولحمه ورز وخضار ومش عارف ايه. بتتقلب كلها على بعضها على ما توصل للناس. والناس قالوا لنا يا جماعه احنا بناكل حته اللحمه او بناكل قطعه البروتين وبنرمي العلبه لانها بتبقى شكلها بقى مش لطيف. فانا فكرت مع صديقي عمرو الشرقاوي صاحب مخبوزات الشرقاوي، فقلنا نجيب رغيف العيش وفتحناه وحطينا فيه، حتى على الاقل العلبه اللي بيروح له فيها مش هتتاكل، انما رغيف العيش بثمن العلبه وهيتاكل. العلبه هتترمي، فاحنا قلنا نستفيد بكل حاجه في الوجبه. ثانيا بترمي عدد وجبات كتيره، يعني الفرد بياكل كيس فيه سندوتشين مشبعين جدا، ساعات بياكل واحد ويعين التاني بالليل. يعني في ناس في رمضان قالوا لنا احنا بنفطر بواحد ونتسحر بواحد. انا اللي بطبخ بنفسي، وانما المتطوعين بقى معايا بيجهزوا كل حاجه، معايا الله غاده، معايا سندس، وفي ناس متطوعين بييجوا بيودوا الحاجه للناس في بيوتها. وفي ناس طبعا بداوا يعرفوا فبداوا ييجوا لغايه المطبخ ياخدوا مننا يعني. والحمد لله عاوز اقول لك المبادره بتاعتنا بدات تتفعل على مستوى الجمهوريه، والنهارده عشان النص من شعبان عملنا 200 علبه من دي كمان. هدفنا نوصل ل 5000 سندوتش في رمضان. مصر مليانه ناس اهل خير حقيقي، مصر مليانه ناس طيبين، مصر مليانه خير يا جماعه، والله البلد مليانه خير. ولازم في الظروف دي اللي معاه يدي اللي ما معهوش عشان الكل ربنا يكرمه. انا عايز بس سندوتش الخير يسمع في كل مصر. عاوز كل مصر تعمل سندوتش الخير يا جماعه. رغيفين اهم، صدقوني هيحموا ناس من جوع، هينفعوا ناس. سندوتشين 2 لكل فرد، صدقوني سندوتشين 2 لكل فرد. لو عملناها يوميه، لو جمعنا من بعض كل يوم 20 جنيه، لو جمعنا من بعض 10 جنيه، لو هنعمل سندوتش لو حطينا فيه بطاطس، لو حطينا فيه جبنه، هنوزع وهنطلع وهنعمل كلنا ومحدش هينام جعان. شكرا.